السلام عليكم البنات. اليوم موضوع بها نحكي لكم الحكايه نتاع هاد السيده هذه اللي هي سيده متزوجه بها باش تاخذوا منها العبره. فهاد السيده هذه اتصلت بيا على الخاص، كثير منكم عندكم الرقم ديالي ديال الواتساب، بزاف كتطلبوه ومرات كنحط لكم انا روحي. المهم اتصلت بيا في الخاص وهي كتبكي وحالتها حاله ومخلوعه، خلعتني معاها كاع، قال خلعتني لان المهم حالتها حاله قالت لي عتقينا اختي عتقيني، راهي الا كان درت واحد المصيبه راه تايله عقبيه راجلي، راه ما هادشي خليني نجلس عنده دقيقه، وحتى العائله تاعي راه مصعب ما غاديش يقبلوني من مور هاد الفضيحه اللي عملتها. وكتبكي. المهم قلت لها اختي بلا ما تبكي، بلا حاجه اللي صرا راه صرا، انا عاد ما عارفه شنو واقع. قلت لها بلا ما تبكي ما متي حاجه، اللي صرا راه صرا، تلقاي شوفوا شنو كاين. المهم درك هو تحلي المشكل قبل ما يعرفوا راجلك، نشوفوا هاد المصيبه بعدا وشنو هي اللي راكي عملتي، ونشوفوا درك بكا ما بقى نفع، دوك خصنا الحل. المهم قالت لك لا، قالت لك باللي الراجل ديالي كنت مدابزه معاه هكا شويه، كان معصبني لانه داير، قالت لك كيدخل لي القنطه للدار، كنقول لك مزيانه حتى كيدخل لي القنطه للدار، قالت لك غير من التليفون الخدمه كذا، قالت لك كلمه زينه ما كيقولها عليش. المهم حتى هنا شنو كاين شنو درتي؟ قالت لك حتى كنت مع جارتي وهي تقول لي ودي، قلت لها راه القنطه انا راني دايره، وكتحكي لي على التيك توك ولا اسمه هو المهم قالت لك كتحكي لي عليه، تقول لي يا راه تما ما تقنطيش وراه مخيره وراه عاجبني وراني نضل غير تما وراه تشوفي وتسمعي. المهم قالت لك وانا ندخل ليه، قالت لك شحال وانا كنت تما وكل شيء. قالت لك حتى قال لي واحد الراس في ذاك الوقيته تاع الاعصاب معصبه، ونقول شوف راني غير بوحدي وكل شيء، ندخل نتلف. قالت لك معصبه بهذا الراجل ما كيقول لك كلمه لا هذه لا، قلت ندخل نتلف شويه. قالت لك الدخله اللي كنت دخلت كل شيء بان لي ندير حتى انا مقطع كيما الناس، ناض دارت شي رقصه وشي كذا ومبينه وجهها وشي رقصه وشي كل شيء. المهم وحطتها في هذا البرنامج هذا، حطتها. ملي حطتها هنايا المشكل، هذا هو المشكل اللي خصكم تردوا بالكم به. ملي حطتها تنادم معاها الحال وكل شيء، ما عرفتش تمسحها، ومن بعد مسحتها حتى يجي النهار اللي تشوف راسها في اليوتيوب في واحد القناه اللي هي متتبعه، يعني دايره اشتراك وكتابع هذيك القناه، وحتى تشوف روحها تما في وسط من بعض المقاطع ديال الناس اخرين. تخلعت هنايا فين هي اتصلت بيا، قالت لي ويلي راه شنو درت وراه درتها تما ونسحبت لي غتبقى تما وما نويتش بلي شي حد يقدر. المهم انا قلت لها شنو دير، يعني ما كان علاش تصدعوا لسانكم وتقولوا لها شنو دير، انا قلت لها شنو دير، وفي نفس الوقت جبت لكم القصه ديالها كعبره، وفي نفس الوقت نحذركم. كيفاش نحذركم؟ مثلا هي ملي حطت داك المقطع نتاعها هكا في لحظه كيما نقولوا في لحظه عصاب هكا، في لحظه ضعف، انها الوحدانيه وبحال الا بقات تنتقم من الزوج ديالها بشي طريقه، انها صافي غادي تصيب فين تلاها وما تبقاش ديها فيه، وغتبقى كما قالت ليها جارتها زعما غتبقى تنشط وغتبقى تشوف وتسمع ودير وكذا وغتلف، وراه موقع زين وراه منا، يعني ما عادش تبقى تديها في الراجل وتستناه يهضر معاها ولا يقول ليها شي حاجه. دخلت لتما، وملي حطت هذا المقطع ديالها مع ان الراجل ديالها اللي هو زوج متشدد وكذلك العائله نتاعها حتى واحد ما غادي يقبل انها تبان بالوجه ديالها، وحتى من الشعر ديالها كانت ما دايراش الفولار، وحتى من ديك الرقصه وداك، يعني حتى واحد ما غادي يتقبلها. هنا من بعد ما عرفتش تمسح ومن بعد دورت ومسحت، هي نوات انها صافي تخلصت من المشكل تماما وحيدته من راسها، حتى جا النهار اللي تتفاجئ كما قلت لكم وتشوفوا في اليوتيوب. هنايا انا شفت بزاف البنات، والله شفت بزاف البنات اللي قاريات وصغارات واعيات، ومع ذلك ما عرفتش انا كيفاش راها واقعه ما مفهوماش هذه القضيه. لذلك انا غادي نفهمكم هنا على المقوله اللي دائما كنقولها لكم، الحاجه اللي كيعرفها واحد ممكن انه ما يعرفوها جوج، والحاجه اللي يعرفوها جوج ممكن انه ما يعرفهاش واحد ولا شنو هي. المهم كاين اللي ما كيعرفش. هنا ملي كتحطوا شي صوره ديالكم ولا تحطوا شي فيديو ديالكم،
وتوليو تمسحوه اولا تحطوه في شي بلاصه على اساس ما غاديش يتهز. راه في اي صوره كتحطوها ديالكم ولا اي فيديو كتحطوه ديالكم، مثلا كتحطوه في الانستغرام ولا كتحطوه في المهم في اي موقع مثلا حطيتوه، راه كيتهز بواحد السهوله. ممكن الصوره تاعك كيتركب عليها اي كلام، اي كلام، ممكن انه يتركب عليها اي جسم، ممكن الفيديو تاعك يتحط في اي مكان، وممكن انه يتبدل له الصوت ويتحط كذلك في اي مكان. يعني ملي تحطي الصوره نتاعك اولا الفيديو تاعك خصك تكوني من الناس اللي ما كتكونيش تخافي، اولا من الناس اللي كتكون العائله نتاعك ولا الزوج نتاعك ولا اللي يكونوا من الناس اللي ما مزمتينش، يعني متقبلين هذا العصر هذا. يعني ملي تحطي لازم انك تعرفي بلي هاد الصوره قدرت تمشي فين ما واخا تمسحيها، لانه يقدر يكون واحد سريع هزها كيما هذاك الفيديو غير حطيته هو هزو، مع انه ما قعدتش مده طويله باش مسحته، ولكن تهز بواحد السرعه. ممكن انك مثلا دوك تحطي واحد الصوره تولي تنادم معاك الحال، ولا تحطي واحد الفيديو اللي يتنادم معاك الحال واحد جوج سوايع ولا ساعه وتمسحيه، ولكن اللي يكون متبعين هذا التخربيق هذا كيكون هز لك الفيديو ديالك وحطوه في مكان اخر، هنا يسبب لك مشكله. لذلك الناس اللي كتخاف من هاد الصور هادو ما كان علاش تنشري هاد الاشياء. بالنسبه لي كتيق في الجروبات اللي كيقول لك مثلا هذا جروب للنساء فقط، اولا هذا جروب كيدخلوا له غير البنات، اولا هذا جروب غير للنساء. واش نتوما درك بنيتكم داخلين في جروب ديال فيسبوك وكتتكلموا في حوايج تما محرجه وحرجه وفي صوالح اللي هو خاصه جدا جدا جدا، وكتكلموا على اساس انهم كلشي المجموعه راها بنات، وكلشي اللي كيجاوبكم راهم بنات، وكلشي اللي كتقول لك دخلي عندي الخاص اختي نجاوبك، دخلي عند اختي الخاص نجاوبك، انا راه سكرين وكري عارفه انا خايف نستكرين اختي وكذا، دخلي نجاوبك اختي في الخاص. واش انتي بنيتك راكي عارفاتها مليار في المية بلي هذيك راها بنت، وعرفتها 100% بلي هذيك راها بنت؟ هادشي تخربيق. راه المجموعه واخا كتكون غير البنات او لا مجموعه كتكون غير النساء، دائما كتلقاو بعض من النماذج الذكوريه كتكون داخله في وسط البنات، تجسس كيكون داخل. وديك اللي كتقول لك اختي دخلي عندي الخاص راني خافت تمسكري، راه يقدر يكون الشخص اللي هو ولد وانت كتبقاي تكتبي في حوايج خاصه 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 خاصه، وتنوضي تصيفطي مثلا صوره لا فيديو حتى لتالي وكيولي لك يهددك بهم، وعاد يبان لك باللي راه ذكر ماشي انثى. يعني اولا حاجه عاوتاني اخرى شفتها في الجروبات ديال الفيسبوك، ملي كتطلع وحده في المباشر، كتطلع الوحده في المباشر لابسه اللي بغات كذا اللي بغات، على اساس ان داك المباشر ديالها ملي غيتكملوا صافي ما غاديش يبقى في داك الجروب، صافي راها هانيه. لا اختي ما هانياش القضيه، راه اي واحد يسجل لك داك المباشر ديالك اللي حطيتيه وكاع داك الكلام اللي قلتيه وكلشي داك الصوالح اللي قلتيهم وبداك الوجه اللي راكي فيه وبديك الحاله اللي راكي فيها، ويحطك في اي موقع كان. لذلك الا كنتي الوحده اللي كندير المباشر بهذوك اللي عندهم الدنيا هانيه هما اللي خصهم يديروا المباشر. ما انت الا كانت العائله نتاعك ولا انت ولا الزوج تاعك في شي شكل التفكير ديالكم، فما تنوضيش ديري المباشر تاعك، حتى لا درتيه تقدري ما تبينيش على الاقل وجهك، ولا يعني خصك كل وحده ولا حسب الاخر ديالهم الشخصيه، كل وحده ولا حساب كل وحده راه عارف النمط العائله نتاعها كي داير. كاين اللي عندهم كلشي نورمال، كاين اللي عنده لا 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 لا، يعني انت راكي عارفه انا جيت هنا غير نوعيكم. هذا شي باين، ولكن المشكل انكم باقيين كتوقعوا في هاد الاخطاء هادو. وكاين اللي كتطلع مباشر كتكون ديك اللي طالعه في المباشر انسانه منحطه. كنشوف واحد العجوز شمطاء كدير واحد المباشر، يا هي عجوز يا هي كحل الهضره تاعها وحسب روحها بنيته صغيره كتدخل كتفهم على البنات الصغار، كدير شي السيجاره وكدير كتفلسف على الدين ومنا وكيبقاو يدخلوا عندها كيهضروا معاها في المباشر بنات اللي هما بالفولا، كتقول لها لا حتى ندير الفولا راه عاد نبان وكذا، وتبقى تزيد معاها في الهضره كيفاش تبتي لي هذه في الدين، تبتي لي هذه منا، تبتي لي هذه خارجه، هذا بخاري هذا منا، تبتي لي هذه. وهما ما عارفينش بان ما هذيك السيده ما تشرفكش، يعني نتيا وانتي جيتي تبهدلي راسك معاها في داك المباشر هذاك، انتي اللي وحده بنت الناس وحده اللي مازال لاج ديالك صغير وما خصكيش تعري راسك كيما قلتي انتي في المباشر وكذا، وتجي تدخلي عند واحد العجوز شمطاء اللي راها كتفلسف هذاك تفلسف هذوك على البنات المراهقه، تجي تدخلي فيها في المباشر وكتبيني الوجه ديالك. خصك تفهمي
يعني هادو بالنسبه للمراهقات خصك تفهمي بان ما مادام تلاطي معاها في المباشر الا انها وليتي كيفك كيفها، وممكن ان داك المباشر تاعك وبوجهك هكاك وبالكلام تاعك هكاك ومع الكلام الطايح ديالها هي ممكن انك تباني في اي موقع ويأثر على السمعه نتاعك. لذلك تصوركم فيديوهاتكم الا كنتم من الناس اللي كتخافوا على روحكم وكنتوش من الناس اللي عندهم الدنيا هانيه ما كان علاش هذه كانت غادي تدمر. وعلى الله انا قلت لها شنو غادي دير، وعلى الله ما يكونش هذاك الفيديو هذاك تسرب وداه شي حد اخر، الله يكون غير هذاك، لانها الا كان غير هذاك فغادي تمحى من الوجود. ولكن الا يقدر يبان ليها شي مرات اخرى ويأثر ليها على كيفاش وحده مزوجه تنوض دير ديك الرقصه وكذا. يعني كاينين مزوجات وكيرقصوا مع رجالهم في ديك تيك توك ولا سمو هي المهم عندهم الدنيا هانيه. ولكن كما قلت لكم كل عائله وكيفاش كاين اللي تسبب ليها مشكل كبير، كاين اللي عندها الدنيا هانيه. هذاك المجموعه نتاع اللي عندهم الدنيا هانيه انت عندك تسبب لك مشكل كبير، اش داك ليهم؟ مشيتي لهم ايوا غير تفرجي وسمعي وشوفي، ما تدخليش انت تغوصي في هذاك الشيء هذاك. بغيتي تغوصي ما توريش وجهك ولا تبروسكم، المهم انا فهمتكم وصافي. السلام عليكم البنات. اليوم موضوع